كما تعرفوا ماني مشهور على الاخر، عندي 42 مشترك. شريت الميكرو هذا والاضاءة اللي ورا الكاميرا. هاي الاضاءة، لحظة شوفوا، هكا ضعيفة، لا هكا ضعيفة، هكا متوسطة، هكا قوي. شريت الاضاءة والتولز هذوكم باش نولي نعمل فيديوهات كالناس والعالم. وشرايكم في صوت الميكرو جديد، حسيته قوي. الفيديو هذا جد باش نفسر فيه اللي راكم بالحق، مشكم كلكم، اما اللي يتفرجوا على الفيديو اللي فات اغلبهم شخصيتهم ضعيفة حرفيا. 200 ودرا قداش من واحد. كي قلت انا راه جماعة الراي وجماعة سمارة اغلبهم يتبعوا في بعضهم على خاطر ناس كل كيكاكا. قلت راهم ضعفاء شخصية خاطرهم يتبعوا في بعضهم. ومن علامات ضعف الشخصية انك ما تتقبلش الواقع. هم ما تقبلوش الامر يا اخي، ما عملوش لايك، حرفيا الفيديو فيه 0 لايك. انا تصدم، مش تصدم انت، تصدمت من كمية الناس اللي شخصيتها ضعيفة الموجود. قلت كيفاش للدرجة ثم ناس يتبعوا في بعضهم ومن غير ما يفهموا حتى شيء، بركة خاطرهم شخصيتهم ضعيفة. انا نتقبل شوي انك يعجبك اغناء السمارة والراب هذاك ولا الراي، نتقبل شوي انه يعجبك. اما كي ما يعجبكش اما وتتبعه من غير ما يعجبك خاطر بركة الناس كل يسمعوا فيه واحد، هذاك يتسمى ضعف شخصية. مشكم كلكم ضعفاء شخصية، اما اللي يتبعوا في بعضهم ضعفاء شخصية. ويوجد عندي مشكلة واحدة في الغناء متاع الراب. بربي شنو معناها انت كي تبدا تسب في الناس بالكلام الزايد وواحد؟ على الاقل كان جات كلمة كلمتين كاكا تعبر بهم على مشاعرك، مقبولة شوي. اما تحسك تتفوخر بيه الكلام الزايد، راك والله لا تبان كول وواحد راك. مش حاجة واو كي تبدا تقول في الكلام الزايد وتدمر في الناس. واحد يدخل غنيتك يخرج كلمة دمر نفسيا. شنو معناها؟ معناتها انت تفرغ في العقد متاعك على اللي يتفرجوا عليك ولا شنو؟ انا ما فهمتش شنو هي المشكله اللي عند الرابورات الكل مع التربية. ما يقدوش يغنوا بشكل متربي معناتها ولا عادي، يعرفوا كان السب الكلام الزايد الهم هذاك. عندي المشكلة ذيك هي أكبر مشكلة في الراب التونسي، يحبوا كل الكلام الزايد. مش كلهم طبعا، أما أغلب المشاهير تاع تونس ما ينجحوش كان بالكلام الزايد. علاش الجيل الكل تحسهم يتفوخروا بالفساد؟ تحسهم كل ما زاد الفساد كل ما ولا الواحد كل اكثر. نعرف رابر سمح اسمه نمز، غناه سمح، تحسه كول وواحد وما يقولش كلام زاد ويعمل فازات ماسطة في غناه. حتى كان يعمل فازات ماسطة، فازات بسيطة عادية معناتها، فازات مقبول. معناتها مش اي واحد فاسد وواحد راه يتسمى كول، راه بالعكس الفساد ما هوش كول لا شيء، لا سمح لا شيء كي تفسد، بالعكس يبان شكلك معاق. ف اغلب الناس اللي شافوا الفيديو اللي فات شخصيتهم ضعيفة، وكلهم ما تقبلوش الواقع. فحتى الفيديو هذا يمكن طوله يولي كما طول الفيديو اللي فات، 3 دقائق و34 ثانية. فشكرا شباب على 42 مشترك. قلت لكم في الفيديو اللي فات ان شاء الله نوصل لها بعد الفيديو هذاك، ولا نوصل حتى اكثر. كنت حاب نوصل على الاقل 40 مشترك، وصلتوني 42 ولا اكثر يظهر لي ان شاء الله راهم زادوا. وشكرا، الهدف هو 44 50 مشترك.